بما انه هالفيديو طلع بوجهك، اتحملني بس دقيقة واحدة اعطيك هالكم معلومة يمكن تكون بتهمك او بتهم غيرك. اليوم في غزة في 169 ألف شخص بيواجهوا الموت بشكل حتمي يوميا، كل يوم بموت منهم العشرات. هدول الناس ولا بموتوا بقصف، ولا بموتوا في جوع، ولا بموتوا في برد، ولا بموتوا في أي شيء من اللي انتم معتادين عليه. هدول بموتوا فقط بإغلاق المعبر. عندك اليوم 169 ألف شخص في قطاع غزة بيحتاجوا علاج في الخارج، بيحتاجوا دخول أطباء، بيحتاجوا أجهزة ومعدات طبية تدخل لغزة حتى ينقذوا حياتهم. اليوم تسكيرة المعبر المستمرة حتى يومنا هذا، والكلام اللي بيحكي عن وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، ما فتحش معبر، ما دخلش أدوية، ما دخلش علاجات، ما دخلش أجهزة طبية للناس هدول. اللي اذا في حد بهمه المعلومه انه في عندنا عدد كبير من مرضى السرطان ومن مرضى الكلى، كل يوم عشرات بموتوا منهم فعليا. عندنا مصابين بحالات خطيره بيحتاجوا للعلاج خارج قطاع غزه، كل يوم بموت منهم العشرات، كل يوم عندنا 30 40 شهيد. هدول بموتوا بنقص الاجهزه الطبيه والمعدات الطبيه وانهيار المنظومه الصحيه في قطاع غزه. بتمنى اذا وصلتك المعلومه هذه تشاركها، يمكن تحرك الضمائر الحيه حول العالم، ونستطيع انه نضغط على فتحة المعبر او على حتى دخول الاجهزة الطبية ودخول العلاجات والدكاترة من خارج قطاع غزة. السلام عليكم.